السلام عليكم. اهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. النهاردة هنعمل مع بعض تخزين للطماطم. هنعمله صلصة بطريقة بسيطة وسهلة ان شاء الله هتعجبكم. خليكم معايا لاخر الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. نسمي الله ونشوف هنعمل الجمال ده ازاي مع بعض. انا معايا طماطم، جبت 8 كيلو طماطم وتقريبا بتاع نص كيلو فلفل احمر. تمام. هغسل الطماطم كويس جدا طبعا، واقطعها واضربها في الخلاط عادي خالص بشوية مية. هعملها عصير طماطم عادي جدا، واصفيها في الحلة اللي انا هحطها على النار زي ما انتوا شايفين كده. انا رافعه الحلة على النار وبصفي في قلبها الطماطم، وانا بضرب الطماطم بقطع الفلفل بتاعي. جيت في الاخر قطعت كام فلفلايه كده لوحدهم وضربتهم من غير ما اصفيهم وحطيتهم على الطماطم اللي انا صفيتهم. هحط لهم معلقه سكر، 8 كيلو طماطم، ومعلقه ملح بس كده، واسيبها تغلي على النار. دي كده اول ما دخلت في الغليان وابتدت الميه تتبخر شويه بشويه. هوريها لكم في مرحله كمان اهي، مرحله كمان ابتدت تتقل خالص اهي. هسيبها لغايه ما ميتها تتبخر تماما. ودي كانت الصلصه بتاعتنا اهي زي ما انتوا شايفين. سبتها تبرد وهخزنها في اكياس التخزين عادي جدا او في علب اللي انتوا عايزينه. تمام. هعبي الاكياس كلها زي ما انتوا شايفين كده. صلوا على النبي يا جماعه. همسك بقى الاكياس بعد ما عبيتها كلها، افرغها من الهوا بتاعتها وانا بربطها. هوريكم ازاي اهي. انا وانا بقفلها بفرغ الهوا بفضيه واربط. بس كده خلص كل الكمية بنفس الطريقة دي، وكده معانا احلى صلصة بسيطة وسهلة. وفي طريقة تانية ان انتي بتحطي الطماطماية حب على النار، هبقى اوريها لكم بطريقة تانية. هي دي الطريقة اللي انا عملتها النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.